بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة من اتبع هداه إلى يوم الدين. الزمالك وإثارة الجدل الرياضي في الشارع الرياضي. تصدق مين ولا مين؟ مجلس إدارة الزمالك، وهو الواجهة والمسؤول الأول والأخير عن النادي. تصدق الإعلام الموازي على القناة والبرامج الرياضية وعلى الشاشات، ويعتبروا الآن هم أكتر من 99% منهم زملكاوي، 1% أهلاوي من حزب الزمالك. يقولوا الكذبة ويكذبوها. لا تستطيع أن تعرف منهم الصدق من الكذب، لا تستطيع أن تعرف منهم من المظلوم ومن الظالم. مجلس إدارة جاء للخدمة العامة من أجل الجماهير وإنقاذ الفريق، وللأسف الفريق أصبح غريق في بحر الظلمات. حاول المسؤولين إنقاذ هذا المجلس بإهداء دوري مشبوه الاحتواء والالتواء بالأفا والغازية والنجم وبسيون وأمين وغيرهم من أشباه الحكام. للأسف لا نرى إعلام ولا نرى تحكيم ولا نرى أي شيء يمت إلى الرياضة أو إلى الأخلاق أو القيم أو المبادئ بشيء نهائي. كل ما نراه هو كيف نضحك ونبكي ونبكي، كيف نضحك ونبكي جمهور الزمالك. جمهور بجد مش هزار، جمهور جبار. احنا بنقول على الأهلي الحلوة ومرة معاه، ولما بيخسر بنكون حزان. طب دول يعملوا ايه؟ نكون او لا نكون. وقتها الاهلي لما بيخسر لا ننام ولا نغفل لنا عين ولا نهدأ ونصور وننتفض، مش لما ينتفض المجلس الآن في ثورة تصحيح الخسارة عشان بطولة راحت من الأهلي. كانت وبالا على الزمالك هذه البطولة. الزمالك فاز بالدوري بها بالاحتواء والالتواء. لو نظرنا لقيمتها المالية، القيمة المالية اللي فاز ببطولة الدوري، تلاقي الزمالك هيصرف عليها فلوس، لأن كان عنده عقود 11 لاعب أجنبي. كل لاعب معاه عقد. بيقول في حالة فوز الزمالك بالبطولة الدوري له أقل حاجة 150,000 دولار. يعني الزمالك مطالب يدفع 5 أو 10 أضعاف